السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الرد على جملة أنا والآب واحد. في الحقيقة إن المقصود بجملة أنا والآب واحد هو وحدة الهدف والتوجه وليست وحدة الذات. يعني احنا مثلا ما نقدرش نقول على الابن أنه الآب، وما نقدرش برضو نقول ان الاب هو الابن. حتى في قانون الايمان لا يمكن ابدا ان نقول باسم الابن والاب والروح القدس. لو قلت كده ابقى على طول مهرطق. واحد يسأل ليه ابقى مهرطق؟ والاجابة بكل بساطة لان الابن ليس هو الاب والاب ليس هو الابن. فالوحدة زي ما احنا قلنا هي وحدة هدف ووحدة توجه. طيب الدليل موجود فين؟ موجود في الكتاب المقدس في النصوص التالية. هنثبت أن الوحدة وحدة هدف وليست وحدة ذات. في إنجيل يوحنا 17:20 يقول النص: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. يبقى النص واضح جدا بيبين أن الوحدة وحدة هدف. تعالوا كده نشوف في هذا النص جملة خطيرة جدا، وهي جملة ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. يعني الآب والابن والجميع واحد. طيب يبقى الوحدة هنا وحدة إيه؟ وحدة ذات؟ لا، مش وحدة ذات، وحدة هدف وتوجه. أيضا جملة في هذا النص ذكرت وهي وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا واحد. ليكونوا واحدا كما أننا واحد. يبقى الوحدة هنا وحدة إيه؟ وحدة هدف ووحدة توجه. أيضا في كورنثوس الأولى 6:16 يقول النص: أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. يبقى النص بيقول ان اللي بيلتصق بزانية هو جسد واحد. يعني الشخص اللي بيلتصق بزانية بيكون هو والزانية جسد واحد. طيب هل هما الاتنين جسد واحد؟ هل هما الاتنين جسد واحد؟ طبعا لا. لكن الوحدة هنا وحدة توجه ووحدة هدف، والهدف والتوجه هنا الزنا. الهدف والتوجه هو الزنا والفساد. تمام؟ أيضا نص في يوحنا 17:1 يقول: ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. ليكونوا واحد كما نحن. يبقى الوحدة وحدة إيه؟ وحدة هدف. نص أيضا في غلطية 3:28 يقول النص: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد. لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يبقى جملة لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع بتثبت وحدة الهدف. فهل الجميع شخص واحد أو جسد واحد أو شيء واحد؟ طبعا لا. لكن الوحدة وحدة هدف ووحدة توجه، زي ما قال يسوع بالظبط: أنا والآب واحد. يبقى أعتقد إن مفيش نصراني عاقل يستمع إلى هذا الكلام ويرى هذه النصوص ويقول أن يسوع هو الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.